هل البروتين الزياده اللي بناكله في اليوم ده ممكن فعلا يكون خطر علينا؟ خليني اقول لك حاجه مهمه قوي. دايما كلنا بنقول علشان نخس لازم ناكل بروتين كويس. يعني ايه ناكل بروتين كويس؟ يعني وجباتنا يكون فيها نسبه بروتين عاليه. يعني تبدا يومك بحوالي 20 جرام بروتين اللي ممكن تاخدهم من 3 بيضات ومعاهم قطعه 100 جرام من الجبنه القريش. ولكن للناس اللي عندهم مشاكل مثلا في الكلى فدول لازم يكون بروتينهم محسوب تحت اشراف الطبيب المعالج. للناس اللي بتلعب رياضه فدول بيحتاجوا بروتين اكتر شويه اكوردنج لوزن جسمهم. يعني نقول في المتوسط لو انت شخص ما بتلعبش رياضه او بتتمشى مرتين 3 في الاسبوع فانت محتاج تاخد تقريبا 1.2 جرام بروتين لكل كيلو جرام من جسمك. اما لو انت بتلعب رياضه فحسب شده تمرينك ممكن نوصل ل 2.2 جرام بروتين لكل كيلو جرام من جسمك. اهم حاجه اتاكد ان كل وجبه بتاكلها يكون فيها بروتين وبروتين مناسب لوزنك والكميه التمرين او المجهود اللي انت بتعملها، لان هو ده اللي هيساعدك انك تبني عضلاتك وتبني شيب جسم محترم وكمان تقدر تخس لو عايز تخس.